ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة دي؟ احلى صينية كيكة تعملوها بقى في الجو الساقعة دي، ما شاء الله، لون وقوام وطعم وريحة، 100% نجاح. يلا بينا نشوف المقادير. عملت صينية الكيكة دي ازاي ونشوفها. هنشربها مع احلى كوباية شاي. معايا كوباية سكر في البولة تكون ناشفة، كوباية سكر عليها 2 بيضة، وممكن تعمليها ببيضة واحدة. خلاص، كل حاجة هقولك ليها بديل. ممكن تعمليها ببيضة واحدة، يبقى كوباية سكر. ممكن تعملي كوباية الا ربع سكر لو انتي بتحبيها مش مسكرة قوي، وممكن تعمليها ببيضة واحدة وهتنجح وتبقى زي كده بالظبط، بس انا عشان برفع القيمة الغذائية بتاعتها. نرجعوا بقى للمواد. معايا كوباية سكر، معايا 2 بيضة، معايا 2 فانيليا، كيسين فانيليا من الصغيرين. انا عشان عندي هنا سايبة عبوة على بعضها، فحطيت نص معلقة صغيرة او ربع معلقة صغيرة. لكن انتي حطي كيسين فانيليا، عليهم كيس فروتي من اللي بيتباع في السوبر ماركت، عليهم كوباية الا ربع مادة دهنية، معلقة سمنة على ربع كوباية زيت. خلاص، ممكن تحطي كوباية الا ربع زيت، ممكن تحطي كوباية الا ربع سمنة، عايزة تنزليها نص كوباية برضو تنجح معاكي. خلاص، انا بقولك الحاجة اللي تنجح لك الحاجة بأقل ما يمكن. معايا معلقة خل. يبقى هقولك المادة الدهنية تاني، هقولك المواد السائلة: كوباية سكر، 2 بيضة، كوباية الا ربع مادة دهنية، معلقة خل، كوباية لبن، كيسين فانيليا. وديت المواد السائلة بتاعتي. ممكن تعمليها بدل اللبن العادي كوباية لبن رايب، كوباية زبادي الموجود عندك، كوباية لا عصير برتقان، كوباية مية عادية عليهم 3 معالق لبن بودرة. بقولك كل الحاجات اللي تقدري تعملي بيها. لو ما عندكيش الحاجة دي، هقول المقادير تاني: حطيت كوباية لبن، كوباية سكر، 2 بيضة، كوباية الا ربع مادة دهنية، رشة فانيليا، معلقة خل، كيس فروتي بيدي طعم حلو جدا جدا ولون جميل زي ما انتوا شايفين. دي المواد السائلة اللي حطيتها في البولة كلها. قلت لكم ممكن تعملوها بعصير برتقان، ممكن تعملوها بمية و3 معالق لبن بودرة، ممكن تعملوها بزبادي، ممكن تعملوها بلبن رايب. اي حاجة عندك اشتغلي بيها. خلاص، وهضرب بقى حلو جامد جدا كده، وهضرب بالمضرب. ممكن تعمليها بالمضرب العادي مش الكهربائي بتاع الايد، عادي بتشتغل باي حاجه، بمعلقه، بمضرب، باي حاجه. هنا بقى هقلب السكر جامد عشان يدوب، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه مع بعض تاني. هنزل بقى بالمواد الجافه اللي هي عباره عن ايه. هشوف بس كده لو السكر ما دابش، هشوفه كويس، لازم يدوب السكر حلو جدا. وبعد كده هجيب المواد الجافة اللي هي عبارة عن كوبايتين دقيق، ولازم يكونوا نخلينهم. كوبايتين دقيق عليهم كيس بيكنج باودر، عليهم رشة ملح. اديني بنخلهم معاكم اهوت، وعطيكوا كل حاجة بالتفصيل. دي كيكاية عادية تعمليها في اي وقت كده، تقعدي تاكليها بكوبايه شاي انت والولاد في السهره بقى وانتوا قاعدين بتذاكروا، تفطري بيها الصبح. يعني حاجة حلوة جدا جدا جدا. هنا انا خلط كوبايتين دقيق، وهحط عليهم كيس بيكنج باودر او كيس كيك شيف ورشة ملح. دي المواد الجافة. خلاص يا حبيبتي، كوبايتين دقيق عليهم كيس بيكنج باودر عليهم رشة ملح، وهقلب الدقيق حلو كده بعد ما نخلته حلو. النخل دوت بيخليه يديله هوا، فيخلي قوام الكيكة هش جدا. اهو كده يا حبايبي، جبت بقى المواد السائلة، هحط عليها المواد الجافة، يعني اللي هو 2 دقيق عليهم كيس بيكنج باودر عليهم رشة ملح، وهديهم ضربة بسيطة كده بالمضرب. ممكن تقلبيهم تقلبيهم عادي بمعلقة او بالمضرب العادي، بس انا ايه حبيتها اهو كده. اقلب كده زي ما انتوا شايفين المواد الجافة بالمواد السائلة، وبعد كده هلم الحروف علشان ما يبقاش فيه دقيق ولا حاجة. اهو زي ما انتوا شايفين، ما شاء الله قوامها حلو جدا جدا جدا. اهو هبتدي بقى الم الحروف بتاعتها علشان لو في دقيق من تحت او كده كل حاجة تتجانس مع بعضها. خلاص يا حبايبي، هجيب بقى الصينية بتاعتي اللي هحط فيها المكونات بتاعة الكيكة زي ما انتوا شايفين اهوت. الصينية بقى هبدرها بحتة سمنة،
وحبة دقيق اهوت علشان ما تلزقش معاك. عندك صينية تيفال، جرانيت، سيراميك، بايركس، اللي انت حابة تحطي فيه حطي فيه. بس احسن حاجة في نجاح الكيكة بصراحة الألمونيا، بتطلع الكيكاية حلوة جدا ولونها كله حلو ما شاء الله. اهو يا حبايبي، هبتدي بقى ايه ادهن سمنة كده. بحب ادهن سمنة، ساعات بحط زيت، بس مادام في سمنة بحط سمنة وابدرها بقى بالدقيق كده. السمنة بتطلع في طعمها في طعم الكيكة، بتبقى حلو. وهبتدي بقى ارش رشة دقيق زي ما انتوا شايفين كده. تبدير الصينية عادي خالص، مفيش اي مشكلة. يا رب تجربوا طريقتي في الكيكة بقى، سهلة وسريعة. دي طريقة الكيكة اللي في دقيقة الا ربع. يعني تعمليها وانت واقفة في المطبخ، على ما تلفي لفتين في المطبخ كده، تشطبي الحوض ولا كده، تلاقيها استوت على طول. خلاص اهو بدرتها بقى بالدقيق، وهفضي بقى بقية الدقيق اللي في الصينية هنفض الصينية كويس. وبعد كده هروح ايه هروح بقى نازلة بالخليط اللي انا عملته، خليط الكيكة ما شاء الله. شايفين لونه، اللون الحلو ده بسبب كيس الفروتي اللي انا حطاه. ما شاء الله طعمه قوام وريحة. يعني ان شاء الله لما تعملوها هتجربوها وتعرفوا ان هي ناجحة 100%. قلت لكم ممكن تعملوها ببيضة واحدة، ممكن تعملوها بكوباية الا ربع سكر، ممكن تعملوها بنص كوباية مادة دهنية. بقول لكم على كل الحاجات اللي ممكن تبدلوها بيها عشان اللي موجود عندكم في البيت تشتغلوا بيه. خلاص، هنا بقى هدخلها الفرن على الشواية، لا في النص، مش هنشغله شواية خالص. بس امسح كده حروف الصينية عشان ما تتحرقش معايا ويبقى منظرها مش حلو. هدخلها بقى على الرف اللي في النص، وبعد كده بقى اطلعها. ما شاء الله، شايفين الجمال والحلاوة؟ تسلم ايدك يا بنتي يا شوشو. مين بقى يكتب لي في التعليقات تسلم ايدك يا بنتي يا شوشو؟ مستنيه بقى اللايك والشير والكومنت الجميل لاصدقائكم وحبايبكم. شيروا لهم كتير كتير الوصفه دي عشان يعملوها للولاد في الجو الساقعه دي بقى، وايام المذاكره والسهر بالليل. فبالله عليكم شيروا الوصفه دي لحبايبكم واصدقائكم. ما تنسوش بقى اللايك الحلو لقناتي الحلوه وصفه شيماء، بنزل لكم فيها الوصفات الجميله اللي انا بقول لكم عليها دي. وكمان ما تنسوش قناتي يوميات، بنزل عليها يوميات، اسمها قناة من منزل شيماء، بنزل عليها يومي كامل. لكن هنا القناة ديت بنزل لكم عليها الوصفة بس. يلا بينا بقى نقطع الكيكاية كده ونشوفها شكلها ايه من جوه. يا خراشي يا خراشي، معلق رياضي يا جماعة. لكم بقى انفع معلق رياضي كده. بس بقى مش، بصوا بقى لونها من تحت، الله على الجمال، وشايفين الطراوة والهشاشة. الله، بس بقى مش هبقى معلق رياضي، هبقى معلق مطبخ. ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة دي؟ احلى صينية كيكة والله، هتجربيها وهتحبي تعمليها كل شوية وتعتمدي المقادير دي عندك، ما تغيريهاش. خلاص، يلا بينا بقى نشوف هناكلوها كده مع ايه كده ونتمزج بيها. نعمل مج شاي حلو كده يظبط الدماغ. اهو كده يا حبايبي، ادي السمك بتاعها حلو جدا جدا جدا. شايفين الجمال والحلاوة؟ اهو. هبتدي بقى وهي سخنة على فكرة، يعني هي مش مفرولة ولا حاجة مع انها سخنة، بس بتتقطع عادي خالص، ولا فرولت ولا الكلام ده. مفروض اسيبها تبرد وبعد كده اقطعها. لكن لا، انا بوريها لكم وهي سخنة انها ناجحة 100%. خلاص يا حبايبي، اهو ما شاء الله. وندوق كمان، الله على الجمال، ولونها حلو وجميل جدا من تحت. جربوا بقى الوصفة، ان شاء الله هتعجبكم. ما تنسوش اللايك والشير والكومنت الجميل عشان توصل لكم كل الوصفات الحلوة اللي انا بقدمها. خلاص، يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. اعمل بقى مج شاي كده حلو محترم، واروح واخده قطعتين كيكة كده حلوين، واقعد امخمخ فيهم كده بقى ايه مع نفسي كده. خلاص يا ستي، شفناها خلاص. كل شوية اوريها لكم عشان هي ناجحة 100%. جربوا بقى طريقتي في صينية الكيكة الجميلة الجبارة ديت، والله يا جماعة هتعجبكم وهتنبهروا بيها. هنا بقى يا حبايبي، جبت بقى كيكة كده، وهعمل مج شاي، واقعد بقى معاكم كده بقى ايه تسالي كده ايه في صينية الكيكة الجميلة دي. هصب كوباية شاي او مج شاي،
وإيه بقى، وأقعد أمخمخ في الكيكة الجميلة بتاعتي ديّة. يا رب يحسن ما بين إيديكم وتجربوها. مقاديرها سهلة، ممكن أقول لكم مقاديرها تاني: 2 بيضة، كوباية سكر، كوباية إلا ربع سمنة أو زيت أو الاتنين على بعض، كيسين فانيليا، رشة معلقة خل، كيس فروتي من اللي بيتباع في المحلات. وقلبت ده كله مع بعضه بالمضرب، ضربته بالمضرب. وبعد كده المواد الجافة: كوبايتين دقيق، عليهم كيس بيكنج باودر، عليهم رشة ملح. وقلبت كل ده مع بعضه ورحت نازلة بيه على المواد الجافة بالمواد السائلة، وقلبتهم جامد مع بعض لغاية لما اندمجوا. وإن شاء الله الوصفة هتعجبكم بإذن الله، وربنا يحسن ما بين ايديكم وايديا. واقول لكم جربوا طريقة الكيكة دي. طولت عليكم الوصفة معلش عشان اديكم كل الخطوات وكل التركات اللي فيها. ان شاء الله تعملوا صينية كيكة ناجحة 100% بالمقادير بتاعتي الجميلة. واقول لكم متنسوش اللايك والشير والكومنت الجميل، وفي رعاية الله، وباي باي.